السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، يا مرحبا بالإخوان المتابعين جميعا. هذه منطقة بمدينة أسفي اسمها راس الأفعى، وهي منتجع تقريبا سياحي. الطريق هذا ينزلك على البحر، على المحيط الأطلسي. هي منطقة قديمة لكن تم إعادة هيكلتها من جديد، فيقصدها سكان المدينة، ويقصدها كذلك السياح من كل منطقة إذا زاروا مدينة أسفي. وهو تقريبا منحدر، يعني ما هو بسيط، لكن تم إعادة التهيئة. نعم، وفيه بعض الأنشطة الرياضية، والمنطقة آمنة جدا. أنصح من يزور مدينة أسفي أنه يزور هذا منتجع راس الأفعى. نعم، فيها أنشطة رياضية كما قلت. هذه إطلالة على مدينة أسفي. هذا الميناء، هذا مدخل المدينة. هذا مدخل السفن والمراكب الصيد السمك والقوارب كذلك الصغيرة. وهذا اللي أمامنا هذا يسمى شاطئ أسفي. إن شاء الله تستمتعون معنا بالمناظر هذه، المناظر الطيبة الحلوة الجميلة. وفي مواقف للسيارات، وفي شباب يمارسون أنشطة ما يسمى بالجيت سكي، على ركوب الأمواج على البحر. ولا زال أمامنا النزول إلى النهاية، نهاية الطريق، وهو طريق مغلق. والحمد لله على كل حال. هذه كما سماها ابن خلدون حاضرة المحيط، اللي هي مدينة أسفي، وموقعها على المحيط الأطلسي جنوب مدينة الدار البيضاء بحوالي 250 كيلومتر، وجنوب مدينة الجديدة ب150 كيلومتر، وغرب مدينة مراكش ب150. يعني مدينة أسفي يحدها من الجنوب مدينة الصويرة ب120، ومدينة أكادير ب270 كيلومتر. ثم من ناحية الشمال أو من صوب الشمال مدينة الجديدة ب150 كيلومتر، ومدينة الدار البيضاء ب250 كيلومتر. ومن جهة الشرق مدينة مراكش ب150 كيلومتر. والمدينة ما شاء الله غنية بإنتاج أسماك السردين والأسماك على مختلف أنواعها، وغنية كذلك بإنتاج الأواني الفخارية، الطاجن وما شابه الطاجن، يعني الطاجن ومشتقاته، الأواني من الطين. والمدينة ضاربة في عمق التاريخ، مدينة قديمة جدا جدا جدا. نعم، وكما قلت هذه حبيت أخذكم في الطريق هذا اللي هو منتجع رأس الأفعى. والحمد لله على كل حال. المنطقة هذه اسمها سيدي بوزيد المنطقة، وهي في مدخل مدينة أسفي من جهة الشمال. يعني أي شخص يزور مدينة أسفي وجايها من الشمال على الطريق البحري يمر بمحاذاة هذه منتجع رأس الأفعى. والمدينة تمتد تطول على الساحل، يعني تمدد البنيان في مدينة أسفي بشكل طولي، يعني من الشمال إلى الجنوب، ولم يتمدد بشكل
عكسي يعني بشكل عرضي، يعني من الغرب إلى الشرق، لا تمدد، لكن مو بنفس الطريقة اللي تمدد بها من الشمال إلى الجنوب. نعم. فأنصح الناس يزورون مدينة أسفي، مدينة جميلة وهادئة، مدينة ما فيها زحمة. سكان مدينة أسفي يسمون قبيلة عبدة، هي التي تستوطن مدينة أسفي، كما أن قبيلة دكالة تستوطن أطراف مدينة الجديدة. والمدينة كما قلت أنصح الناس بزيارتها، شعب مضياف وشعب كريم وشعب لطيف، والحمد لله. هذا المجسم اللي على اليسار هذا أحدث أخيرا، وهو يرمز إلى الأفعى. هذا اللي على يسارنا، أي نعم، وهو يرمز إلى الأفعى. هذا منتجع رياضي